هاي، كيفكن عن جديد؟ طولت عليكم الغيبة هالمرة. كان المفروض اني اسجل حلقة من حوالي اسبوعين. اخدت اجازة وكنت بدي اطلع عند ريمون اقضي عنده كم يوم. بس صار معي ظرف صغير واتصلت واعتذرت من ريمون. بس بسبب الظرف اللي صار معي. بس ريمون فاجأني وما لقيته غير انه جاي هو اخذني من بيتي لعنده وقضيت عنده كم يوم. بس للأسف ما صار معنا وقت نسجل الحلقة. بكل الأحوال ما في أي مشكلة، إن شاء الله عن قريب رح تلاقونا بحلقات مع بعض. هالمرة أنا حاب أحكي بدي أحكي عن أكتر من شغلة صاروا. أول شي من فترة لقيت صورة على النت، أو بالأحرى ريمون عم يحاكيني على البلاك بيري. فعم يقول لي في صورة إلنا مبعوثة أو حدا بعت له إياها على البي بي. فاني شفت الصورة تفاجأت انه ناشرين صورة الي ولريمون. اوريدي هي منشورة الصورة، يعني اوريدي انا حاطة على الفيسبوك. ما بعرف انه من اي نوع او على اي اساس بدنا ننشر الصورة، او انه ممكن بدنا يشوهوا سمعتنا او شي. فاول شي بدي احكي لكل اللي عم ينشر صورنا او شي، بدي اقول لهم انه عادي، انا الصور اوريدي حاطهم، واوريدي صورنا كأي شخص عادي. انا كتير بحبه لريمون ونحن كتير رفقات، وانا اوريدي ما عندي شي مخبى. اوريدي عم اطلع وعم احكي مقاطع فيديو وعم اعرف عن حالي، فما عندي اي شي مخبى. بدي كمان وجه الشكر كتير لصفحة مثليون متحدون لقضيتهم ثائرون، لانه هن دعموني حكوا عن الموضوع. وكل الاعضاء هنيك بالصفحة انا كمان بدي اشكرهم، لانه هن كمان وقفوا معنا ودعمونا. وبدي اشكر كمان على اليوتيوب التشانل اللي هي اسمها مثليون، كمان دعمتني، عم تنشر مقاطعنا وعم تساعدنا. في كتير صفحات على الفيسبوك عم يساعدونا، كمان بدي اوجه لهم شكر. بهالحلقة هاي بدي كمان احكي اكتر من شغلة. بدي احكي ممكن احكي بعض الشغلات عن تجارب رفقاتي. اول شي نبلش شخص. لا تخافوا، ما حاذكر اي اسماء. بس بدي احكي اول شي عن بدي انصح اول شي كل مثلي. انه اذا بيتخانق مع اللي بحبه، او في حال كانوا اثنين متفقين سوا وعايشين سوا، او كل حياتهم سوا وصار لهم مدة مع بعض، في منهم سنة او سنة ونص او سنتين، بدي انصحكم اول شي انه اذا في حال صار خلاف بينك وبين اللي بتحبه، حتى لو العلاقة انتهت وحتى لو نهيتوا العلاقة سوا انتوا اثنيناتكم، ما في داعي انكم تروحوا تفضحوا بعض او تروح تشهر فيه او تحكي فيه. اول شي حتى لو الشخص اذاك، ما في لا لازم ما تتبع هالاسلوب معه. اول شي لانه حلو الواحد يحفظ الخبز والملح. اكيد كان في ايام حلوة بيناتكم، واكيد كان في عشرة عمر حلوة بيناتكم. ممكن الشخص التاني اذاك، ممكن خانك، ممكن شي. بس المفروض انت ما تعامله بهالاسلوب. المفروض انه خلص شخص اذاك المفروض خلص تنساه واتركه للزمن. واكيد اذا عنده ضمير، في حال كان عنده ضمير، اكيد رح يصحى على ضميره ورح يندم. وبعتقد عذاب الضمير اقوى من العذاب انك تفضحه. لانه اذا في حال فضحته انت خسرته بشكل نهائي. في حال كنت بتحبه يعني طبعا فاكيد رح تخسره 100%، ورح يكرهك حتى لما تتركوا بعض. رح تكون انه في كره، فما حيتذكرك بالخير. وكمان بدي انصح بعض الناس انه ما يتبعوا اسلوب التهديد مع اللي بيحبون، لانه ممكن التهديد ممكن على الحالة انت انا بحب شخص مثلا، اتبع معه اسلوب التهديد. ممكن بهالحالة هي انه هو الشخص يكون معي تبطل علاقته معي كمحبة، تصير علاقة خوف. رح يكون معي ويظهر لي الحب على الحالة من تحت ضاغط الخوف. فانا ما بنصح بالاسلوب بالمرة. فانا بنصح انه كل واحد خلص في حال صار خلافات، صار اي شيء، انه تنهوا العلاقة وكل واحد تصير بحال سبيله وكل واحد حر بحياته ساعتها. هاي اول شي حابب احكي عنه. الحالة التانية اللي حابب احكي عنها انه الواحد اذا مرق باكتر من علاقة فاشلة بحياته، يفضل انه ما ييأس بالمرة. يعني الواحد يضله يدور ويشوف علاقات. ما عم قول يمارس، عم قول يشوف. في ناس منهم ممكن يكون دخلوا بعلاقة او علاقتين او ثلاثة، فقدوا الامل، يعني فشلوا العلاقات، فقدوا الامل، خلص انه صاروا يتبعوا انه
خلص نحن بدنا العلاقات متعددة، ما عاد بدنا حب، ما عاد بدنا غرام، ما عاد بدنا كذا. هذا الشي كمان غلط. لا، الواحد لازم ما ييأس وما يمل، ويكون عنده هدف. وما بنصح انا بالمرة بالعلاقات المتعددة. اول شي لانه ما بنصح اول شي لعدة اسباب. اول شي بتحس حالك صرت مثل سلعة. تاني شي العلاقات من غير مشاعر ما حلوة بالمرة. ثالث شي ممكن يعني لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله انه العلاقات المتعددة ممكن تجيب امراض، لانه ممكن الشخص ينام مع اكتر من شخص وما بيعرف شو هن، او انه هالشي ما بنصح فيه بالمرة. وكمان في ناس بدي اذكر شغلة، انه ممكن الشخص المثلي يكون مع شخص تاني وهو حاسس وهو عارفان انه الشخص التاني مثلا عم يخونه او بده يخونه، او انه في ما بيحبه زيادة او ما بيحبه بالشكل المطلوب، او ورغم هالشي بتلاقي الشخص الجاي متمسك بالشخص التاني لغرض واحد، انه عم يقول انه اذا تركته ما رح لاقي بداله، اذا بعدت عنه انا ما رح لاقي بداله، انا بحبه ما بدي اتركه. هلا اوكي بتحب على عيني وراسي، بس انه تضلك مع شخص عم يخونك او عم يطلع غيرك او على شيء تاني، انا ما بنصح بهالشي بالمرة. ولا 1%. اول شي لانه على الحالة انت رح تكون صفيت سوري، بس انه بلا قيمة بالنسبة للشخص اللي معك، لانه هو اوريدي عم يساوي كل شي بده اياه. هلا اوكي معك حق انه انت ممكن ما تلاقي شخص تاني بديل له بسهولة. اول شي بس انه كمان ما بصير تضلك مع شخص مثل هالنموذج هاد. بالعكس، لا تيأس، واكيد اكيد رح تلاقي شخص تاني يحبك وتحبه. طبعا انا واحد من هدول الناس اللي انه ممكن اذا حبيت شخص، هلا اوكي انا اذا حبيت شخص وعطيته عيوني واعطاني عيونه وصار خلاف وشي وما كان في نتيجة للحل، اكيد كل واحد افضل حل انه كل واحد يكون بطريقه. واكيد الواحد انا منهم اني ما مو بسهول الواحد ممكن يلاقي شخص تاني عقله يركب على عقلي مثلا، كل شيء. بس هذا الشيء ما بيخليني ايأس، بالعكس الواحد حياته هي بالنهاية مو مجرد مو مجرد كمان علاقات حب. حياته الواحد عنده حياته الشغل، حياة الواحد يبني حياته ومستقبله. فالواحد بترك هالامور التانية، وان شاء الله كل شيء الله بيسر للكل. وهي نقطة. وفي النقطة الثالثة او النقطة الرابعة او الخامسة، ما بعرف شو صار ترتيبها. النقطة اللي بدي احكي عنها هلا كمان، انه حلو اذا تعرفت على شخص انه ما انه قدر المستطاع في كتير اشخاص نحن متعرف عليهم انه بيطلبوا منا نغير بحالنا. هلا ما عم اقول اني بس على الشكل او على شيء، على التصرفات وعلى نظام الحياة وعلى الطلعات وعلى الفوتات وعلى كذا. هلا حلو الواحد يغير كل ما اللي بحبه، وبس ما بنصح انك تغير حالك كليا كرمال شخص، لانه اول شي انت هي شخصيتك، ولما تعرف عليك بهي الشخصية. طب انه ليش؟ طب انت حبيتني هيك وتعرفت علي هيك، ليش لا حتى اغير كل حياتي كرمالك؟ وممكن مع مرور الوقت تتركني. هلا انا بنصح 100% اذا شفت شخص وتعرفت عليه وحبيته بعض وكنت واثق انه رح تكمل معه فترة طويلة، طبعا مو فترة مؤقتة 10 سنة او سنتين، حاسس انه هو ناوي يكمل حياته معك، اوكي انا بنصح انك تغير باي شي بيطلبه منك، بس الى حد ما. يعني تخلي إلك شخصيتك وتخلي إلك نظام حياتك وطلعاتك وفوتاتك، انه تكونوا متفقين على هالشي اثنيناتكم طبعا. وكمان بدي انصح بشغلة تانية، إنه لما تكون اثنين حابين بعض، انا بنصح بشي انه حلوة الخصوصية اكيد 100%، بس مو انه يكون اثنيناتهم بيخبوا على بعض. يعني انا لاحظت من بعض الناس اللي رفقاتي فيني اقول انه ممكن حبايبهم ما يمسكوا موبايلاتهم، ممنوع كل واحد حاط له موبايله باسورد او شيء. انا من الطرفين، يعني كان في مثلا الشخص او حبيبه، الطرفين بيكونوا حاطين باسورد وعاملين كذا. طب ليش انتوا اثنيناتكم بتحبوا بعض واثنيناتكم على اساس ما بتخونوا بعض؟ طيب اكيد في خصوصية بالموضوع، بس ليش تخبي موبايلك عن حبيبك؟ اذا مخبي موبايلك عن حبيبك او لابتوبك او ايميلك او الفيسبوك تبعك، معناته ما في ثقة، معناته انت عم بتساوي شي غلط وعم بتخون. بهالحالة هي في حدا عم يلعب بديله من الطرفين او ممكن الطرفين حتى. فانا ما بنصح بهالشي بالمرة. اللي يفضل انه خلص اثنين بيحبوا بعض، يكون في ثقة بيناتهم، واثنيناتهم سوري
المفروض اثنيناتهم يكونوا واثقين ببعض وما عندهم شي مخبى، وفيك يعطوا باسوردات. ما عم شجع انه انا على بيعطوا باسوردات ولا شي، بس انه لازم حلوة تكون الثقة متبادلة بين الطرفين. لانه مثل ما ذكرت، اذا حدا عم بخبي عن الطرفين او بحجة انه الخصوصية او شي، فما في خصوصية بين اثنين بحبوا بعض، ما في شي خاص. لانه طب ماشي انا مخبي موبايلي عليك ليش؟ معناته في إلنا بالموضوع. يعني اكيد ما حخبي على حبيبي مثلا مسجاتي مع اهلي او مع حدا تاني، شي طبيعي هاد. هاي نقطة كمان كنت حابب احكي عنها. و تقريبا وبدي اشكر مين في كمان ناس بدي اتشكرهم. في ناس كتير بعتولي مسجات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى تويتر، كله بدهم مساعدات وطالبين. يعني انه انا بصراحة حابب ساعد الناس قدر المستطاع، بس المفروض كل واحد فيهم هو يقدر يساعد حاله بالاول. يعني في منهم عم يطلبوا مني مشاكل انه صعب انا حلها الهم، المفروض هن يحلوها، مشاكل بحياتهم. مثلا في ناس عندهم مشاكل مع اللي بيحبون، وفي ناس طب انا قدر المستطاع فيني بنصح بساعد كذا، بس ما فيني يكون ضمن الحدث، اني ما عندي فكرة عن الموضوع 100%. مثل ما ذكرت من قبل، انا ان شاء الله قدر المستطاع بحاول ساعد الكل، وان شاء الله اذا الله يسر ان شاء الله بنقدر نساعدكم بكل شيء بنقدر نساوي ونعطيكم اياه. تقريبا ما بدي اطول عليكم كتير. هاي الحلقة كانت نوعا ما من بعد فترة طويلة. انا كتير اشتقت لكم وكتير كنت حابب نساوي مقاطع فيديو، بس للأسف وقتي شوي عندي ضغط بالوقت. بدي كمان صحيح بدي نبه لشغلة صغيرة. انا حكيت عن كل الاشياء، بس كمان ما حكيت عن شغلة كمان كنت حابب احكي عنها. انه انا بدي انصح المثلي اللي هو البيور جاي، بغض النظر توب ولا بوتوم او بوث، انا بدي انصح المثلي بشكل عام انه ما يرتبط بشخص انه يكون بايسكشوال. لانه اول شيء البايسكشوال ممكن مع مرور الزمن، مو مع مرور الزمن، ممكن مع مرور الوقت بالاحرى، اول شيء رح تتعذب، رح تصير انه لما تكون معه بريليشن انت بيور جاي، يعني 100% انت انترستد بالمن، فهو رح يكون انترستد بالميل والفيميل، فانه رح تكون مشكلة عليك، رح تضلك تغارى عليه من الجهتين من الطرفين. وهو مع مرور الوقت اكيد بيقدر يتزوج، فاكيد رح يتزوج. فانا ما بنصحها بالعلاقات اللي مثل هي الا في حال كنت انت كمان بايسكشوال. يعني اثنيناتكم ممكن تبنوا مع بعض ريليشن، واثنيناتكم ممكن تتزوجوا. مع اني انا ضد فكرة انه الشخص يكون متزوج ويكون عنده حياة تانية غير حياته مع مرته. انا برأيي اللي بده يكون مع حبيبه يكون مع حبيبه، واللي يكون مع مرته يكون مع مرته. هيك كل شيء لليوم، وان شاء الله بشوفكم على الحلقات عن قريب. وتصبحوا على خير. يلا باي.